كان مسكني من المستشفى بتاعت الموظفين، المسكن بتاعي. لحد ما هم قالوا لي انت دلوقتي هتطلع بعد بكره، كنت حاسس ان انا هطرد من بيتي. وكان معايا الاربع عيال، كل عيل فيهم قاعد في عند اختي شكلي. طبعا علاجات فوق ما تتخيل من فلوس. حته مرهم ب 1200 و 1300 جنيه، وغير يوم ويوم بيتغير مثلا ب 500 600 جنيه. اجيب منين؟ ما طلبتش علاج لنفسي، قالوا لي انتوا الاثنين هتتحجزوا، قلت لهم لا هي اللي هتتحجز. مراتك؟ انا كنت ماشي بالعربيه وفجاه لقيتك قدامي كده، لقيت حاجه شدتني. ربنا يتمقسم عليك. يعني عربيه وشاي ومشاريب وبتاع، وموضوع عادي يعني. سهلة. بس انا شفتك لقيت سبحان الله حاجه كده شدتني ليك. لقيتني بندهلك وبقول لك انا عايز رقمك وعايز اصورك. لقيت فيك حاجه غريبه انا مش عارف هي ايه، ولقيت البنوته القمر دي جات لي، كنت في العربيه لقيتها جت بتقول لي احنا عندنا مشاريب كذا وكذا 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 وحاجتنا نظيفه وهتعجبك. فانا بصراحه شدتني، فشفت علي وشفت بنته الجميله نوران دي، فانا قلت له انا هاجي اصور معاك. فانا جيت النهارده مخصوص عشان اصور معاك. احكي لي بقى ايه حكايتك والشغلانه دي بداتها امتى قصتي اللي انا راجل معايا 4 عيال. معايا عمار عنده 15 سنه، ومعايا بنتي تمارا عندها 9 سنين، ومعايا نوران دهيت، ومعايا احمد من امبابه مدير كافيه، واشتغلت في حتت كتير، واشتغلت في جريده الجمهوريه، وممكن اقعد مثلا اشتغل الصبح وانزل اشتغل بالليل انا وبنتي دي. تشتغل ايه الصبح؟ بشتغل اي حاجه، نقاش، اشيل عفش، حد جاله نقله، سباكه، اي حاجه. بتفهم في كل ده؟ في اي حاجه تتخيلها. بتعمله كويس بقى ولا اي حاجه تتخيلها. لو قلت لي مثلا عايز اعمل حاجه، ربنا مديني عقل. في مره صحيت من نومي، الانبوبه ضربت في وش مراتي وكده، جيت اطفيها. قعدنا 4 شهور في مستشفى الموظفين، 4 شهور. طبعا الشقه في حاجات كتير اتحرقت فيها، كل الحاجه اغلبيتها اتحرقت، واللي بقى من شويه العفش بعتهم برضك علاج. علاجات كانت غاليه عليا جامد. يعني خسرت كل حاجه؟ كل حاجه. كان مسكني من المستشفى بتاعت الموظفين، المسكن بتاعي. لحد ما هم قالوا لي انت دلوقتي هتطلع بعد بكره، كنت حاسس ان انا هطرد من بيتي. وكان معايا الاربع عيال، كل عيل فيهم قاعد في عند اختي شكلي. انا كان عندي مرتبتين اللي طلعوا لي من العفش كله. حمدت ربنا اللي انا طالع برضك من المستشفى في عز التلج. حمدت ربنا. قعدت عيالة ولما جيت خدت اوضه وصاله حضرتك، قعدت بيهم. اشتريت حته العجله دي من الفتره دي. طبعا اتحطيت في المستشفى، بعت اللي ورايا اللي قدامي. طبعا علاجات فوق ما تتخيل من فلوس، فوق ما تتخيل. ان معلش حته مرهم ب 1200 و 1300 جنيه، وغير يوم ويوم بيتغير مثلا ب 500 600 جنيه، فاهمني؟ وطلعت على نفس هذا الاساس. 5 شهور على كده، اجيب منين؟ ما طلبتش علاج لنفسي، قالوا لي انتوا الاثنين هتتحجزوا، قلت لهم لا هي اللي هتتحجز. مراتك؟ معايا صور، مش عارف اقول لك ايه. عارف بني ادمه معلش، اوريك صورتها من حاجه لحاجه، ان حتى حته الودان بتتحرق من عندها ويشيلوا منها حاجه، والجزئيه دي باظت في الوش. فدي كانت بالنسبه لي حاجه بتتحكي لي. ست شكليه وبتحب ذوقها وبتحب تتذوق وبتحب تشوف حياتها، اما في 5 دقايق كل ده نهار. انت ضحيت ان انت قلت مش عايز تتعالج؟ طبعا. فكرت في مراتك، اشمعنى بقى؟ عشان الموقف وحش بالنسبه لها. ست بقالها 18 سنه معايا، ومعاها 4 عيال، وهي واجهتهم. تعبت. غالي عليك؟ اكيد. 18 سنه بنتي واخدها عندها 13 سنه، بتلعب اولى في الشارع. عكستها عينه، قالت لي ابويا ميت، قلت لها انا ماليش في حد في الدنيا خالص، كملنا بعض. الحياه جميله الحمد لله، بناكل عيش ومشي. وانا برضك اللي زي ما ربنا اداني وعملت لها، ووعيتها برضك اعمل لها. مش هتتخلى عنها؟ لا مش هتخلى عنها طبعا. اتخلى عنها ليه؟ ادتني ايه وانا ما ادتنيش غير كل خير؟ اتخلى عنها ليه؟ لو لا قدر الله كنت انت اللي مكانها، كانت هي هتقف جنبك؟ هي بتخاف عليا اكتر مني. يعني هي اللي بتخاف عليا اكتر مني، هي حنونة عليا.
انا ببقى مبسوط وانجح وقت ليا اللي انا لما باجي مثلا خلاص انا مروح وجبت اكل عيالي، وقبل كل ده معايا غيار الجرح بتاع عيالي. يعني الاكل والشرب عندي خلاص هو ما بقاش ليه قيمه. مفيش عيل ليه نفس اللي هو ياكل، مفيش ام فيها اللي هي تطلع روح حته الاكل ملهاش قيمه، ماشيه ضغوطات، تعبت اعصابي. الله يكون في عونك. شايف الدنيا كلها ماشيه ماشيه كده. طيب يا علي بص للكاميرا، وباذن الله هيشوفنا اهل خير كتير. انا واثق في ربنا طبعا قبل اي حاجه. الناس دي هتساعدك في الله طبعا، والناس دي اهل خير. عايزك تقول لي كده طلباتك ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتتمناها من ربنا وباذن الله يحققها لك عن طريق اهل الخير؟ والله انا طلباتي اللي انا العلاج بتاع عيالي غالي، لو في حد، لان انا بغير يوم يعني مش متكامل اللي هو مثلا حته عمليه قرش مثلا. مراتك اللي هو موضوع الحرق، اللي هو موضوع الحرق ده ما هو ضغوطات لازم تغير عليه كل يوم، يوم بعد يوم، يعني يوم بيتغير ويوم لا. بكام؟ 500 جنيه علاجات بتيجي ب 1700 جنيه كل 4 ايام. يعني العجله دي بتدخل لك مثلا كام في اليوم؟ يعني لو كسبت 300 400 جنيه بحمد ربنا مع تاكل ابني. وبتشرب بيه. طبعا اهم حاجه بشيل 250 جنيه للغيار، اهم حاجه. الاكل بقى ممكن اصرف 150 وممكن اصرف بقى 30 جنيه 6 اندومي ياكلوا البيت كله قاعد بياكل انت. بس هو اللي طالب رحمه ربنا علينا الحمد لله. وانا بشتغل، انا مش طالع، انا ربنا أيوة أنا مديني عارف، بشتغل، بس هي ربنا ليه حكمه. يعني انا حاجتي لما ولعت والحاجه التانيه اتباعت لعلاج، ربنا ليه حكمه اللي انا ابقى خلاص على الارض. تابعت كل حاجه عندك عشان كل حاجة. تعالج مراتك؟ كل حاجه مفيش. والحاجه اللي بقت حتى هدومها من ريحه الحريق، قلت لها لا مش هفكرك بحاجه زي كده، رميت كل ماضي. يعني شويه حتى الهدوم اترموا، كل حاجه اترمت، ما بصيتلهاش والله يا جماعه عايز اقول لكم علي حد متعفف، بقول له طب انت محتاج ايه؟ يقول لي خير، كل اللي يجيبه ربنا خير. فانا اتمنى ان اهل الخير يساعدوه في موضوع ان هو يغير لمراته على الجرح مكان الحرق، لان هو بيغير يوم بعد يوم 600 جنيه صح كده؟ وهو طالب يقعد في حاجه مكان يستره هو وعياله. فاتمنى ان اهل الخير اللي يشوفوا الفيديو ده يساعدوه، ربنا يهون عليك ان شاء الله ويلطف فيك، وانت حد مكافح باذن الله. ربنا مش هيسيبك، هيكافئك ويعوضك خير والله باذن الله. اهل خير كتير هيشوفوا الفيديو ده وهيساعدوك عليه. الحمد لله. انا مبسوط والله ان انا صورت. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك.